والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طاقية السلطان يا بنات الترند. هنعمله إن شاء الله النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير اهيت. معلقة خميرة بيرة اللي هي معانا دي خميرة بيرة مش فورية يا بنات زي ما احنا متعودين. في المخبوزات بتبقى نتائجها أحسن. ومعانا بيضة ومعانا نص كوباية لبن ونص كوباية زيت ونص كوباية سكر وكوباية مية دافية. وده كيلو دقيق هناخد منه اللي هنحتاجه، مش هناخده كله طبعا. هو في الغالب هناخد كوبايتين ونص تقريبا. هنا حطيت معلقة سكر على الخميرة وشوية مية دافية وبقلبها فيهم. والبيضة هي بنات بفضي عليها فانيليا. مادام معانا في الحلويات بيض يبقى لازم نضيف عليه فانيليا وبضربها كويس. وهنا الولا اللي هعجن فيها فضيت فيها نص كوباية اللبن ونص كوباية الزيت. وهنا الخميرة بتاعتنا. وهنا 3 معالق سكر او نص كوباية برضو 3 معالق كبار سكر او نص كوباية سكر. وفضيت وضفت عليهم البيض والزيت زي ما قلت لكم ونص كوباية مية دافية. هنا اول كوباية دقيق بنخلها زي ما قلت لكم. هاخد الدقيق اللي يلم معايا العجينة. ودي تاني كوباية هي تقريبا هتاخد في حدود كوبايتين ونص يعني دي نص كيلو. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. هنا بلم العجينة لميتها بقى يا بنات. هتخمر حوالي ساعة وهي خمرت معانا اهي. يعني سيحت معلقتين زبدة دفيتهم كده عشان الجو ساقع زي ما انتوا عارفين. وقلبتها في العجينة كويس وبحاول اقسمها نصين متساويين كده. نص يعني هشيله زي ما هو والنص التاني هضيف عليه معلقتين كاكاو خام وبقلبها فيه. وقلبتها هم في نص العجينة زي ما قلت لكم. وهنا النصين جاهزين بس هسيبهم برضو يرتاحوا حوالي ربع ساعة. هريح العجينة حوالي ربع ساعة وبعدين هنعمل الخطوة اللي بعد كده. العجينة ارتاحت يا بنات اهي وفردتهم الاتنين فوق بعض بأي طريقة تحبيها بقى بالنشابة او حاجة. فردت العجينة البيضة الاول والعجينة اللي بالكاكاو عليها. وهنا انا بحاول احط لها حشوة الشوكولاتة بقى مع شوكولاتة بيضة وشوكولاتة بني وقرفة. وهنا ليكي الاختيار طبعا انت تحشيها زي ما انت حابة يعني. وطبعا هحاول بقى ايه هلفها رول كده. هلفها لفتين رول بس بقى كده تمام. وحاولي تسويها من النص كده تخلي العجينة متساوية من النص يا بنات مع الحروف. وبقطعها زي ما انتوا شايفين كده بالطول عشان اضفرها بقى. بسم الله كده. هنا يا بنات بلفها كده عشان في الاخر نلفها زي ما احنا عايزين بعد ما خلصتهم. بلفها زي ما انتم شايفين كده. وهنا انا كنت دهنه القالب ده
بس حسيت ان هي مش هتبقى طاقية السلطان، هتبقى عمة السلطان. فانا غيرتها، حطيتها والله في حلة زي شبه القالب كده، برضو دهنتها من تحت بالزبدة. وهنا ضربت بيضة مع الفانيليا عشان ادهن الوش بتاعها. ودلعت الطاقية بقى باني حطيت لها سمسم، ما احنا لازم نعمل الاضافات بتاعتنا بقى. رشيت عليها سمسم كده بعد ما دهنت الوش بالبيض والفانيليا. تمام اهي يا بنات. وبرضو هسيبها حوالي ربع ساعة تخمر، ربع ساعة نص ساعة. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، قعدت حوالي نص ساعة. وفتحت عليها الشواية بتاع حوالي 5 دقايق. واديني اهو هقلبها، استنيتها لما يعني بردت كده، دفت شوية. وهي بنات تحفة، طالعة تحفة ما شاء الله. شايفين الشكل جميل ازاي، روعة. وطعمها اجمل ما شاء الله. شايفين حلوة ازاي؟ انتوا بس اشتغلوا على الخطوات وان شاء الله هتطلع جميلة اوي زي كده. شايفين يا بنات منظرها تحفة خرافة. هي رب الوصفة تكون عجبتكم، ولو الوصفة عجبتكم اعملوا لنا اشتراك في القناة ولايك زيكم حلو زيكم كده. ويعني تابعوا المقادير بالظبط. شايفين قد ايه جميلة وهشة، هشة وطرية جدا من جوه. ويا رب الوصفة تكون عجبتكم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. طاقية السلطان يا بنات الترند هنعمله إن شاء الله النهاردة. بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير اهيت. معلقة خميرة بيرة اللي هي معانا دي، خميرة بيرة مش فورية يا بنات زي ما احنا متعودين.